ازيكم يا ابطال؟ في الفيديو دوت هنكمل مع بعض حل تمارين رقم 3، والتمارين دي مهمة جدا لانها بتجمع اكتر من فكرة ممكن تيجي في الامتحان. هنحلها خطوة بخطوة وهوريك ازاي تتجنب الاخطاء اللي معظم الطلاب بيقعوا فيها. تابع الفيديو للاخر علشان تفهم الفكرة كاملة وتبقى جاهز لاي سؤال شبهها. ويلا بينا نبدأ في سؤال رقم 11. أول حاجة هنعملها ايه؟ هنبسط البي، يعني هنقول ايه؟ 1 على جذر 3 زائد جذر 2، وهنضرب في المرافق فهتبقى جذر 3 ناقص جذر 2 على جذر 3 ناقص جذر 2. يلا نبسط، هتبقى البسط ايه؟ جذر 3 ناقص جذر 2. جذر 3 في جذر 3 ب3، السالب يكسب، جذر 2 في جذر 2 ب2. جميل، ده كده ايه؟ بقى ب1. فكده عندنا البي بقت بتساوي جذر 3 ناقص جذر 2 والايه، يعني عندنا الايه والبي مرافقين لبعض. تعالى بقى نعمل اللي هو عايز ايه ناقص البي الكل تربيع على الايه زائد البي الكل تربيع. الايه عندنا بقت بايه؟ بجذر 3 زائد جذر 2 ناقص البي بجذر 3. نخلي بالنا ان هنا في ناقص، الناقص هيدخل على البي كلها، يعني هتبقى ناقص جذر 3. المفروض ان هي ايه؟ سالب جذر 2، بس هتبقى زائد علشان في سالب بره. جذر 2 الكل تربيع على الايه بجذر 3 زائد جذر 2 زائد البي بايه؟ بجذر 3 ناقص جذر 2 الكل تربيع. في حاجة هتروح في البسط، هنا ده بالموجب وهنا ده بالسالب فهيروحوا مع بعض. طب في حاجة هتروح في المقام، ده بالموجب وده بالسالب فهيروحوا مع بعض. كده نبدأ نقول هنا عندنا جذر 2 وجذر 2 ب2 جذر 2 الكل تربيع على جذر 3 زائد جذر 3 ب2 جذر 3 الكل تربيع. يبقى 2 تربيع ب4، والجذر 2 للكل تربيع فيه 2، وال2 تربيع هنا برضو 4، وال3 تربيع ب3، فهتطلع 8 على 12. ندخل في سؤال 12. قبل ما ندخل في سؤال 12 عايزه اقول لكم ان سؤال زي رقم 11 او 12 او اي سؤال من فكره 11 بالذات ده سؤال امتحان جدا، هيجي هتلاقيه في الامتحان على طول. تعالى بقى ندخل في سؤال رقم 12. عندي مديني اكس وواي، والمره دي هما الاثنين جاهزين. مديني اكس زائد الواي، تعالى نجيب له البسط لوحده والمقام لوحده عشان تفهمها كويس. اكس زائد الواي، عندنا الاكس بجذر 5 زائد جذر 2 زائد الواي بجذر 5 ناقص جذر 2. في حاجة هتروح مع حاجة، في هنا موجب وده بالسالب فهتطلع هنا 2 جذر 5. ده بعد كده عندنا في المقام اكس في الواي، الاكس بايه؟ بجذر 5 زائد جذر 2، نضربها في الواي اللي هي جذر 5 ناقص جذر 2. هل القوس زي بعض واختلاف الاشاره؟ يبقى بص، الاول في الاول والتاني في التاني. يلا جذر 5 في جذر 5 ب5، السالب يكسب، جذر 2 في جذر 2 ب2 يعني 3. تعالى بقى نعمل اللي هو عايزه. اكس زائد الواي احنا جايبينها ب2 جذر 5 على الاكس في واي لسه جايبينها ب3 ناقص 1، فتطلع الإجابة 2 جذر 5 على 3 ناقص 1 ب2، فالاتنين هتروح مع الاتنين فتطلع جذر 5. ندخل في سؤال 13. بيقول لي أوجد مساحة كل من الأشكال الآتية في أبسط صورة. أول حاجة مربع، مساحة المربع اللي هي الاريا. الايه بتساوي ايه؟ الاس تربيع، يعني طول الضلع في نفسه، يعني 3 جذر 5 في 3 جذر 5. 3 في 3 ب9، وجذر 5 في جذر 5 ب5. طب 9 في 5 ب45 سنتيمتر مكعب. السؤال التاني مديني مستطيل. طب ايه هي المساحة بتاعة المستطيل؟ ال في الدبليو. ايه هي ال وايه هي الدبليو؟ الطول في العرض. طب يلا عندنا ايه؟ يبقى 2 جذر 5 ناقص جذر 3 في 2 جذر 5 زائد جذر 3. عندنا 2 في 2 ب4، وجذر 5 في جذر 5 ب5. طبعا عندنا طبعا احنا عملنا ايه؟ هنضرب الاول في الاول والتاني في التاني علشان القوسين زي بعض ولكن اختلاف الاشاره. دي كده اول حاجه. وطبعا الناقص هو اللي بيكسب. احنا كل الاجزاء بتاعت الاسئله اللي فاتت احنا المفروض ان احنا عرفناها كويس جدا. جذر 3 في جذر 3 ب3، يبقى عندنا 4 في 5 ب20 ناقص 3 تطلع بتساوي 17. ندخل في سؤال 3. عايز مساحة المثلث. ايه هي مساحة المثلث؟ نص القاعدة في الارتفاع، يعني المساحة بتساوي نص في البي في الاتش. طبعا البي دي القاعدة والاتش هي الارتفاع، يبقى عندنا المساحة بتساوي نص
البي اللي هي القاعدة اللي هي ايه؟ جذر الخمسة زائد جذر التلاتة في الارتفاع هنحطه هنا اللي هو الأربعة. طب احنا عندنا نص في الأربعة، ده الأول كده نص في أربعة بإيه؟ باتنين في جذر الخمسة زائد جذر التلاتة. يبقى احنا دلوقتي فاضل عندنا 2 في جذر الخمسة زائد جذر التلاتة، يعني هتطلع 2 جذر الخمسة زائد 2 جذر التلاتة. سؤال 14 مديني مستطيل، مديني ابعاد المستطيل، بيقول لي احسب لي المحيط واحسب لي مساحته. طب ايه هو محيط المستطيل؟ بنترمز له بالرمز بي، وهو 2 في الطول زائد العرض. هتقولي طب انهي فيهم الطول وانهي فيهم العرض؟ اقول لك مش فارقه، اختار اللي انت عايزه، احنا كده كده هنجمع. يبقى عندنا الاتنين في 6 زائد جذر الخمسة زائد 6 ناقص جذر الخمسة. هنا موجب هنا سالب هيروحوا مع بعض، 6 و6 12، هنضربها في الاتنين هتطلع لي 24 سنتيمتر، ما تنساش. وعايز برضو المساحة، المساحة اللي هي الايه بتساوي الطول في العرض، لسه قايلين الطول في العرض. يبقى عندنا 6 ناقص جذر الخمسة في 6 زائد جذر الخمسة، 6 في 6 36، ناقص اللي هيكسب جذر الخمسة في جذر الخمسة بالخمسة. يبقى عندنا 36 ناقص الخمسة ب31 سنتيمتر مربع. ندخل في سؤال رقم 15، بيقول لي أنشأ عمر في حديقة منزله حوضين لزراعة الورود، أحدهما مستطيل الشكل ومديني أبعاده، والآخر مربع الشكل له نفس مساحة الحوض الأول. أوجد المحيط، وعايز مقارنة بين الحوضين ونشوف مين الأكبر. أول حاجة تعالى نجيب مساحة المستطيل. مساحة المستطيل الطول في العرض، اللي هو هيبقى 5 زائد جذر السبعة في 5 ناقص جذر السبعة. 5 في 5 ب25 ناقص جذر السبعة في جذر السبعة ب7، فتطلع بتساوي 18 متر مربع. نفس مساحة المستطيل هياها مساحة المربع. مساحة المربع اللي هي بتقول ايه؟ بتساوي اس تربيع اللي هو طول الضلع في نفسه، يعني هتطلع بتساوي جذر 18. طب جذر 18 ده بكام؟ اكتبه على الآلة هيطلع لك 3 جذر الاتنين، طبعا متر. كده جبنا مساحة المستطيل ومساحة المربع. تعالى بقى نجيب المحيط ونقارن ما بينهم. أول حاجة محيط المستطيل اللي هو البي هيساوي 2 في الطول في العرض، قصدي الطول زائد العرض، اللي هو 5 زائد جذر السبعة زائد 5 ناقص جذر السبعة. ده هيروح مع ده، و5 و5 10 في الاتنين، فطلع بتساوي 20. طب ايه هي محيط المربع؟ محيط المربع بيساوي 4 في الإس. الأربعة في الإس اللي هي بكام؟ ب3 جذر الاتنين، فتطلع بتساوي 3 في 4 ب12 جذر الاتنين. 12 جذر الاتنين دي لما تكتبها على الآلة هتطلع لك 16 وشوية، يعني طلع عندنا مساحة المستطيل هي اللي أكبر. ندخل فيه سؤال 16 نركز فيه بقى لأنه فيه كام تركاية كده. بيقول لك يعمل أحمد مشروع صغير لإنتاج هياكل الطب، فإذا كان لدى أحمد سلك نحاسي طوله 90 سنتيمتر ويريد صناعة هيكلين، أحدهما لمكعب حجمه 27 والآخر لمتوازي مستطيلاته مديني أبعاده، فهل ما لدى أحمد من السلك يكفي لصناعة الهيكلين؟ يبقى هنعمل أول حاجة، هو مديني إيه؟ المكعب حجمه كذا. طب إيه هو حجم المكعب دوت؟ حجم المكعب الفي بتساوي اس تربيع. يعني أنا لو عايزة أجيب تكعيب، يعني لو انا عايزه اجيب الاس فانا هاخد التكعيب للاتنين، فهتبقى الاس بتساوي الجذر التكعيبي لل27 اللي هو بيساوي ايه؟ 3. ده كده ايه؟ طول حرف المكعب. طب انا عايزه اجيب دلوقتي طول السلك لصناعه هيكل ايه؟ المتوازي، فهيبقى 4 في 4 جذر 3 زائد 4 زائد 2 جذر 3. 4 و2 6 جذر 3 زائد 4، هنضربها في 4 فهتبقى 4 في 6 ب24 جذر 3 زائد 4 في 4 ب16، فتطلع الجزء دوت لو كتبته على الآلة يطلع معاك 57 ونص. كده دوت ايه؟ طول السلك لصناعة هيكل المتوازي. عايزة اجيب بقى طول السلك لصناعة هيكل المكعب، يبقى عندنا ايه؟ 3 في 12 بتساوي 36. هنا 36 وهنا 57 ونص، تعالى نجمعهم. يبقى عندنا 57 ونص زائد 36 فهيطلع لي بيساوي
93.5. هنا هو معاه ايه؟ معاه 90. احمد معاه 90، واللي طلع لي من مجموع الاتنين الهيكلين انا محتاج 93.5. فهو لا يكفي. هو بيقول لي هل يكفي ولا لا، فهو هيبقى لا يكفي، لان هنا ايه؟ احنا محتاجين 93 وهو معاه 90 بس. سؤال 17 بيقول لي حوض زجاجي مغطى على شكل متوازي مستطيلات لعرض الاسماك، اوجد الحجم الحوض وعايز المساحة الكلية. تعالى اول حاجة نجيب حجم الحوض. الفي بتساوي، هتبقى عندنا الاتنين في 2 جذر الاتنين في جذر الاتنين، يبقى 2 في 2 جذر الاتنين في جذر الاتنين. الاتنين في 2 وهنا 1 ب4، وجذر 2 في جذر 2 ب2، تطلع لي ب8 طبعا ايه؟ متر مكعب. عايز بعد كده المساحة الكلية. الاس ايه بتساوي ايه؟ بتساوي 2، هنفتح قوس، الطول في العرض زائد الطول في الارتفاع زائد الطول في الارتفاع. طبعا الارتفاع هو جذر الاتنين، والطول او العرض عادي الاتنين في الاتنين جذر الاتنين. يبقى عندنا اول حاجه، في ناس بتقسمها تاخد ال دبليو تعملها لوحديها، وبعد كده دبليو اتش لوحدها، وبعد كده تحطهم كلهم على بعض. احنا هنعملها على طول ونحطها على ال. 2 هنفتح، يبقى عايزين نضرب ايه؟ ال في الدبليو، 2 جذر الاتنين في الاتنين زائد 2 جذر الاتنين، هنضربهم في بعض فتطلع 2 جذر 2 زائد 2 جذر 2 في جذر الاتنين. حط يا باشا ده كله على الآلة، هيطلع لك في الآخر، هتطلع لك 8 زائد 12 جذر الاتنين، يعني هتطلع لك 24.9، يعني هنعتبرها 25 متر مربع. سؤال 18 بيقولي في الشكل حوض زهور قاعدته على شكل شبه منحرف، أوجد مساحة قاعدة الحوض. جميل. شبه المنحرف انا عايزه اجيب مساحته، بتساوي ايه؟ بتساوي القاعده الاولى زائد القاعده الثانيه على 2 في الارتفاع، يعني B1 في B2 على 2 في الارتفاع. حلو. يبقى المساحه بتساوي جذر 5 زائد جذر 2 زائد جذر 5 ناقص جذر على 2 في الارتفاع اللي هو جذر 5. تعالى هنا زائد وهنا ناقص هيروحوا مع بعض، جذر 5 زائد جذر 5 2 جذر 5 على 2 في جذر 5. 2 هتروح مع 2، جذر 5 في جذر 5 تطلع بتساوي 5 متر مربع. ندخل بقى في أسئلة الأبطال. أول واحد فيهم بيقول لي إذا كان المعكوس الضربي للعدد هو ده وهو ده، يعني الاتنين بيساووا بعض، فأوجد قيمة العدد ايه هو المعكوس الضربي؟ ان احنا بنشقلب. تمام، يعني هو عندي بيقول لي ان جذر الايه ناقص الواحد على الواحد، عايز بقى المعكوس الضربي ليه اللي هيبقى 1 على جذر الايه ناقص الواحد، هو بيساوي جذر الايه زائد الواحد على 4. تعالى بقى نجيب الجذر الايه. هنضرب طرفين في وسطين، يعني الواحد في 4 بيساوي ده في ده، 1 في 4 ب4. جميل. جذر الايه في جذر الايه بايه، والناقص يكسب 1 في 1 ب1. تعالى بقى نجيب الايه لوحديها، هنسيب الايه في طرف لوحدها اهوت، وهنخلي 4 مكانها، نجيب السالب تيجي الناحية التانية بالموجب، فتطلع الايه بتساوي 5. في اسهل من كده مفيش. ندخل في سؤال 20 بيقولك عند إنشاء مخزن على شكل متوازي مستطيلات كانت أبعاده A B C متر، فإذا كانت مديني بقى A B و B C و A C، فأوجد حجم المتوازي. حجم المتوازي A بتساوي ايه بقى؟ بتساوي ال A في ال B في ال C. طب هو مديهم لي مباشرة؟ لا، ده مديني قيمة ال AB ومديني قيمة ال BC ومديني قيمة ال AC. طب انا هجيبها ازاي؟ هقولك هنجيبها ازاي. انا دلوقتي لو قلت ال AB في ال BC في ال AC هيطلعوا اللي بيساوي ايه؟ هتقولي بتساوي 3 جذر 3 في 5 جذر 3 في 5. برافو. طب انا عندي كده ال A متكررة كم مرة؟ مرتين، يعني A تربيع، وال B تربيع، طب وال C تربيع. حلو. حط بقى على الآلة ده كله، هيطلع لك 225. طب انا لو عايزه اجيب ال A B C بس، يبقى بيساوي جذر ال 225. طب جذر ال 225 بيساوي ايه؟ حط على الآلة هتطلع لك بتساوي 15. في بقى اتفه من كده؟ مفيش. وبكده نكون خلصنا حل تمارين الدرس الثالث بكل تفاصيلها. الفيديو الجاي ان شاء الله هنبدأ شرح الدرس الرابع، وهتلاقوا فيه افكار جديدة واسئلة مختلفة محتاجين نفهمها كويس. استنوا على
علشان نكمل المنهج خطوة بخطوة. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك.